ازاي تطلع من دايرة الراحة؟ اول حاجة انك دايما تحاول تجبر نفسك تبدأ على طول، وكنا اتكلمنا قبل كده عن قاعدة 5 ثواني، انك قبل ما تعد ال5 تكون بدأت خلاص في الحاجة دي. تاني حاجة حط اهداف بسيطة اضحك بيها على عقلك. يعني انت مثلا عايز تقرا قرآن دلوقتي، انا هقرا جزء مثلا، لا خففها مثلا على نفسك، اللي هو يضحك على عقلك، حتى عقلك هيلاقيها حاجة بسيطة يبدأ على طول. هتقول انا هقرا صفحة واحدة، خلاص هتلاقي نفسك مش هتأجلها لأنها بقت حاجة بسيطة طبعا بالنسبة لك، وضحكت فيها على عقلك. وفي نفس الوقت لما تبدأ هتلاقي نفسك خلاص لا عوزت تكمل وهتكمل شوية. وتاني حاجة دايما في أي حاجة حط وقت مش الكمية. أنا مش هخلص الكمية دي في الوقت الفلاني، لا أنا هقعد على الحاجة دي من ساعة مثلا، فاهم، نص ساعة، إن شاء الله حتى 5 دقايق. يعني ابدأ بالتدريج وتقسمها وبحاجة كده منطقية معقولة، وخصوصا في الأول هتلاقي نفسك بدأت فيها. ومن اهم الحاجات انك تبدا بقى اصلا في الحاجه دي ولو بدايه خفيفه. انت مثلا عايز تروح الجيم مثلا ومكسل تنزل بقى، ولسه هتنزل وتشوف اول مره وتشترك وتتمرن وهكذا، انزل يوم انا رايح شوف الجيم بس، اتفرج عليه وروح، بس كده. بس هتحس خلاص انت بدات وشفت الحاجه دي وعرفتها. عوزت مثلا تتعلم برمجه مثلا، شوف فيديو واحد بس ايه هي البرمجه اساسا في 5 دقايق، هتحس انك بدات وعندك خلفيه عن الحاجه دي، فهتبدأ فيها على طول. وحاول لو انت ما بتنزلش من البيت تنزل ان شاء الله حتى تشتري حاجة من السوبر ماركت. بس اتمنى اكون افدتكم، ما تنساش اللايك، وسلام.